السلام عليكم وأهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة بإذن الله هيكون الفيديو عبارة عن حل امتحان متوقع في مادة العلوم الترم الأول عام 2024. يلا بينا نبتدي مع بعض يا سنة أولى. وطبعا السؤال الأول معانا: ألف اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة. تعالوا بينا نشوف العبارات. أول حاجة معانا ناتج اتحاد ذرتين أو أكتر لعناصر مختلفة بنسب وزنية ثابتة. طبعا أما بتتحد ذرتين أو أكتر مع بعض العناصر مختلفة ده بنقول عليه المركب. أما بقى رقم 2 اللي بعده الذرة اللي اكتسبت كما من الطاقة، طبعا دي بنقول عليها الذرة المثارة. أما بقى العبارة 3 وحدة التصنيف الأساسية للكائنات الحية. طبعا احنا بنصنف الكائنات الحية بناء على النوع. أما بقى رقم 4 درجة الحرارة اللي بيبدأ عندها تحول التلج إلى ماء، طبعا دي بتكون درجة الانصهار. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف في السؤال الأول في الامتحان. تعالوا بينا بقى ننتقل لب. وب من الشكل المقابل اكتب عايز يعرف العدد الذري. طبعا احنا عارفين ان العدد الذري هو بيساوي عدد الالكترونات، يعني معنى كده انه العدد الذري هيكون 11، لانه 2 زائد 8 10 و1 يبقى كده 11، يبقى العدد الذري هو 11. اما بقى العدد الكتلي فده طبعا بيكون عبارة عن عدد النيوترونات وطبعا مجموع عليه عدد البروتينات. طبعا يبقى كده بالشكل ده العدد الكتلي عبارة عن 23، لأنه 11 زائد 12 يساوي 23. أما بقى عدد النيوترونات فطبعا الإجابة هتكون إن هو 12. أما بقى رقم 4 عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. طبعا أنا عندي هنا أدي مستوى التاني التالت، يبقى الإجابة هتكون 3 مستويات طاقة مشغولين بالإلكترونات. أما بقى جيم عند وضع قطعة من الحديد كتلتها 78 جرام في مخبار مدرج به 100 سنتي مكعب من الماء، ارتفع سطح الماء إلى 110 سنتي مكعب، احسب كثافة الحديد. عايز يعرف كثافة الحديد. طبعا أنا عشان أحسب الكثافة مطلوب إني أكتب القانون، والقانون بيقول الكتلة على الحجم، وأنا عندي هنا كتلة لكن ما عنديش الحجم. طب إزاي هجيب الحجم؟ أول حاجة حجم قطعة الحديد هيكون عبارة عن حجم الماء وقطعة الحديد معا ناقص حجم الماء. حجم الماء وقطعة الحديد 110 ناقص حجم الماء اللي هو 100، طبعا ده هيديني 10 سنتي مكعب. أما بقى كثافة الحديد هحسبها من خلال إني هقسم الكتلة على الحجم. الكتلة موجودة عندي في المسألة 78، والحجم طبعا أنا قدرت إني أجيبه من خلال إني طرحت حجم الماء وقطعة الحديد، طرحت منهم حجم الماء واداني 10. كده باستخدام الآلة الحاسبة النتيجة هتطلع 7.8 جرام لكل سنتي مكعب. هو ده كثافة الحديد. وكده نكون انتهينا من حل السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التاني. ألف في السؤال التاني يا سنة أولى بعنوان أكمل العبارات الآتية. تعالوا بينا نشوف العبارات. بيرمز لعنصر الكالسيوم بالرمز نقط. طبعا الكالسيوم الرمز الخاص بيه هو Ca. أما بقى Mg فهو رمز عنصر نقط، طبعا ده هيكون رمز عنصر المغنيسيوم. أما بقى العبارة اللي بعدها بتنتقل الحرارة في الحديد عن طريق نقط. طبعا إجابة هتكون التوصيل، هي دي الطريقة اللي بتنتقل بها الحرارة في الحديد. أما بقى بتنتقل في الماء عن طريق نقط، طبعا إجابة هتكون الحمل. أما بقى رقم 3 من الآثار السلبية للتكنولوجيا استخدام الإنسان لبعضها في نقط ونقط. طبعا استخدام بعضها في الحروب وكمان في التدمير الشامل. أما بقى العبارة 4 والأخيرة بتختلف الكائنات الدقيقة عن بعضها في نقط ونقط. طبعا بتختلف في الشكل وكمان طريقة الحركة. الحاجتين دول هما اللي بيخلوا الكائنات الدقيقة بتختلف عن بعضها. وكده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب. وبه بعنوان
اختر من العمود B ما يناسب العمود A وأعد كتابة العبارة كاملة. تعالوا بينا نشوف. أول حاجة معانا في العمود هتكون الباراميسيوم، ده طبعا هيكون كائن وحيد الخلية. أما بقى قنديل البحر فده طبعا من الرخويات. أما بقى القوقع فجسمه بيكون مغطى بهيكل صلب، يعني هنختار له 5. أما بقى الأسماك فطبعا بتتميز بوجود دعامة داخلية. فرقم 1 كده نكون انتهينا من حل ب. أما بقى ج بعنوان علل. علل بيتشابه الوقود داخل السيارة مع الغذاء داخل جسم الكائن الحي. ليه الوقود في السيارة شبه الغذاء في جسم الكائن الحي؟ طبعا الإجابة هتكون لأنه احتراق الوقود بينتج عنه طاقة بتمكن السيارة من الحركة، كما إن احتراق الغذاء المهضوم بينتج عنه طاقة بتمكن الكائن الحي من القيام بأنشطته الحيوية المختلفة وبذل الشغل. هي دي الإجابة. وكده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التاني في الامتحان. ودلوقتي بقى هننتقل لحل السؤال التالت. السؤال التالت: ألف، اختر إجابة الصحيحة. بيصنف النقط ضمن القوارض. طبعا الإجابة الصحيحة إنه هيكون الفأر هو اللي بنعتبره من القوارض. أما بقى رقم 2: من العناصر اللي بتتفاعل بصعوبة مع الأكسجين الرطب نقط. طبعا الإجابة هتكون إنه الذهب. أما بقى العبارة اللي بعدها: جسم كتلته 2 كيلو جرام، بيتحرك بسرعة 4 متر كل ثانية، بتكون طاقة حركته نقط جول. طبعا المطلوب منا إننا نكتب قانون طاقة الحركة، وطاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة، ودي طبعا نص الكتلة. طبعا نص الكتلة يعني هيكون 1 في مربع السرعة. 4 في 4 طبعا ب16، 1 في 16 يبقى الإجابة هتكون 16. ليه؟ لأننا نص الكتلة هنا 2، نصها 1 في مربع السرعة، يعني نضرب السرعة في نفسها. 4 في 4 طبعا بتساوي باستخدام الآلة الحاسبة 16. تعالوا بينا نكمل بقية العبارات. أما بقى العبارة 4: سبيكة النيكل كروم بتستخدم في صناعة نقط. طبعا الإجابة الصحيحة إن هي بتستخدم في صناعة ملفات التسخين. أما بقى ب في السؤال التالت، وب بعنوان انسب لكل شكل من الأشكال المقابلة ما يناسبه من الجزيئات التالية. أول حاجة معانا جزيء النيون. طبعا الإجابة اللي هتكون مناسبة ليه هو الشكل رقم 4. أما بقى جزيء الأكسجين فطبعا الشكل المناسب ليه هيكون رقم 1. أما بقى جزيء الماء فطبعا الشكل المناسب ليه هو رقم 2. أما بقى جزيء كلوريد الهيدروجين فطبعا الشكل المناسب ليه هو 3. كده نكون انتهينا من حل ب. دلوقتي بقى هننتقل لجيم. جيم بعنوان اذكر تحولات الطاقة في احتكاك كفي اليدين. أما كفين اليدين بيحتكوا ببعض، ايه اللي بيحصل؟ طبعا تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. أما بقى الدينامو فطبعا تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التالت. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال الرابع. السؤال الرابع والأخير معانا في الامتحان. ألف، استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة. تعالوا بينا نشوف. الصرصار، الجراد، العنكبوت، البعوض. طبعا الحاجة المختلفة هي العنكبوت. طب اشمعنى العنكبوت؟ طبعا لأنه حشرات. العنكبوت من العنكبوتيات، لكن الصرصور والجراد والبعوض دول حشرات. أما بقى رقم 2: شمع، ملح الطعام، الزبد، الثلج. طبعا الحاجة المختلفة تكون ملح الطعام. طب ايه اللي بيربط ما بين الباقي؟ طبعا مواد درجة انصهارها منخفضة.
أما بقى رقم 3 الدايونيا، حمول الماء، الدروسيرا، الفوجير. طبعا الحاجة المختلفة الفوجير لأنه الباقي دي نباتات أكلة للحشرات أو نباتات مفترسة. أما بقى رقم 4 محاليل الأحماض، محلول السكر في الماء، محلول الملح في الماء، محاليل القلويات. طبعا الحاجة المختلفة محلول السكر في الماء. طب ليه هو المختلف؟ لأنه قالك باقي الحاجات الموجودة معانا دي محاليل جيدة التوصيل للكهرباء، محاليل جيدة التوصيل للكهرباء، يعني محاليل الأحماض ومحلول الملح في الماء ومحاليل القلويات محاليل جيدة التوصيل للكهرباء. كده نكون انتهينا من ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب بعنوان صوب ما تحته خط. بيقدر وزن الجسم بوحدة نقط، بوحدة الجول. طبعا التصويب أو التصحيح إن هي وحدة النيوتن. أما بقى اللي بعدها بتتحول الأطراف الأمامية في الحيتان إلى أجنحة. طبعا التصويب أو التصحيح إن هي بتتحول لمجاديف عشان تساعدهم على العوم في الماء. بيستخدم غاز الأكسجين في ملء بالونات الاحتفالات. طبعا التصويب أو التصحيح إنه هو بيكون غاز الهيليوم يعني أو غاز الهيدروجين. فخلونا نكتب كده بدل كلمة غاز الأكسجين خليها غاز الهيليوم او الهيدروجين. الاتنين دول النوعين دول من الغازات بيستخدموا في ملء البالونات. يعني اللي هيكتب هيليوم هتكون اجابته صحيحة، واللي طبعا هيكتب هيدروجين برضو هتكون اجابته صحيحة. يلا بينا تعالوا بقى ننتقل للعبارة اللي بعدها واللي بتقول يحتوي مستوى الطاقة L في ذرة C على 6 إلكترونات. طبعا جايب لي العدد الذري. طبعا من خلال العدد الذري اقدر ان انا امثل مستويات الطاقة K. بعد كده مستوى الطاقة L. طبعا مستوى الطاقة K بيكون فيه 2 وباقي الالكترونات هتكون في مستوى الطاقة L هيكون فيه 4. يعني معنى كده انه هيكون فيه 4 الكترونات بدل كلمة 6 هتكون 4. اما بقى جيم واللي بيقول من الشكلين المقابلين ما نوع الغذاء اللي بيناسب كل منقار. طبعا المنقار الحاد المعكوف القوي ده بيكون اللحوم. اما بقى المنقار التاني ده فنوع الاكل المناسب ليه طبعا هيكون الاسماك والطحالب. ما الشكل المتوقع لأرجل الرقم 2؟ طبعا الطائر ده الأرجل بتاعته هتكون عبارة عن أرجل بتنتهي بأصابع مكثفة. هي دي الإجابة. وكده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل الامتحان. امتحان متوقع مادة العلوم الصف الأول الإعدادي الترم الأول عام 2024.